أما التدليس والترقيع من المدلسين كمسلم وغير مسلم عندما وضع تهمة العباس باتجاه علي في أي شيء هذه التهمة، هذه ليست شهادة، مجرد اعتداء من العباس وحاشاه. الذي حصل في تلك الحادثة وصدور الكلام من العباس عبارة عن اعتداء، مجرد اعتداء لا دلالة فيه، لا يدل على شيء، لا يوجد قضية معينة بلحاظها قال شيئا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ماذا حكم عمر في نهاية الرواية؟ حكم لصالح علي، حكم لما هو موجود. جاء العباس بهذا التصدي من العباس، تبين بأن العباس هو صاحب الدعوة، هو المشتكي، وهو المعتدي على علي، سلام الله على علي وسلام الله على العباس. إذن يوجد قضية في الخارج بين العباس وعلي. جاء العباس للشكوى على علي لتغيير ما هو موجود في الخارج، لتغيير ما هو متفق عليه في الخارج، لتغيير ما هو معمول به في الخارج. جاءت شكوى من العباس عند الحاكم، عند السلطان، عند الإمام، عند الخليفة، عند عمر، وحضر علي وحضر العباس. اشتكى العباس، ما هي النتيجة؟ عمر حكم لصالح علي، لم يعطي أي شيء للعباس. في نتيجة الكلام إما تقبل ويقبل علي بما هو متفق عليه مسبقا، أو يرجع الأمر لي، ترجع الأموال لي، ترجع الأعيان لي. اتفق جيدا؟ إذن حتى شهادة العباس هي ليست بشهادة وإنما تهمة، وليست بلحاظ شيء، ولم يتضح لنا ما هي الشكوى في الأصل، وماذا طلب العباس، وكيف كان التعامل بالأملاك، بالأعيان، بالأموال بين علي والعباس. كيف كان الأمر لا نعلم، الله العالم. لكن سيأتي الكلام إن شاء الله، سنجد بأن الأموال كانت بيد علي، التصرف كان بيد علي، وعمر قد أعطى الأموال لعلي وسلم الأموال لعلي. ولو صحت الرواية الظاهر بأن العباس أراد أن يحصل، أراد أن يكون له حصة من هذه الأموال، وقد رفض عمر. النتيجة في الحادثة في الرواية أن عمر رضي الله عنه، عمر قد طابق علي، قد أبقى على ما هو معمول به، والمعمول به كان يرفضه العباس، وجاء من أجل الشكوى لتغيير هذا المعمول به، ولم يفعل عمر. فعمر كان مع علي في هذه، فعمر رد الشكوى من العباس ضد الإمام علي عليه السلام. فهذه أيضا هذه تسجل لصالح علي. هذا الكلام مع قطيع الحمير، الشياطين، الأبالسة، السلفية والسنة، والكل من النواصب، لا يجتمع حب علي وحب معاوية.